يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده يوم سعيد علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب، ويرفع عن اخواننا في غزه ان شاء الله كده. احنا النهارده هنعمل اكله منسيه بس هي شتويه جميله جدا. احنا النهارده هنعمل عدس اصفر اللي هو زي ما بيقولوا مرق. جبنا نص كيلو عدس اهو، ورحنا مع بعض جايبين حبة توم كتار كده زي ما انتم شايفين بتاع 10 فصوص ما شاء الله، وثلاث جرون فلفل. عايزة تحطي فلفل صغير كده حر براحتكي، مش عايزة براحتكي خالص اهي. نضيف دي عليها كده. وجبنا جزرتين علشان الجزر بيخليه احمر وجميل، وبرده فيه قيمة غذائية. ورحنا جايبين اللهم صل على النبي الكوسة دي بقى ليه؟ علشان مش تخلي حرحرة على الصدر وتخلي الواحد قلبه ايه، يعتبر ايه دايما دمه قلبه حامي كده، لا اهو. يبقى دي بترطب على القلب اهي. ورحنا جايبين بصله كبيره اهي، قطعناها حتت مكعبات كده، ورحنا برضو ايه هننزلها. ورحنا بقى ان شاء الله هنجيب الكمون بتاعنا اهو نحط الحدق بتاعه، وحبه فلفل سمراء اهو عشان كتر الفلفل الاسمر جوه. ونجيب الميه ونحطه على البوتاجاز ويفور معانا، والخليط ده كله يستوي، ونضربه في الخلاط ونشوف مع بعض هنعمل ايه. يبقى احنا مع بعض حطيناه على البوتاجاز ولا على البوتاجاز اهو، ورحنا جايبين الكاتل مليان ميه سخنه اهو، ورحنا ايه نازلين عليه اهو ما شاء الله. يعتبر نملى الحل عليه خالص ولحد ما يستوي خالص. الميه دي بتخس. يبقى كده معانا الكوسه والفلفل والثوم والجزر يستووا مع بعض، والبصل والعدس. ونشوف هنعمل ايه مع بعض، نضربهم ضربه حلوه في الخلاط كده، ونرجع لبعض تاني ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، شايفين بصوا العدس يعتبر بصوا مش عادي، يعتبر ظاهر خالص اهو استوى. ومعانا برضو الكوسه اهي، ريحته بصوا مش هقول لكم والله، ريحته جميله جميله جميله. بصوا دي يعتبر ايه زي المرقه، بس مرقه مفيده احلى من اللحمه اصلا. جميله خالص. نفرمها مع بعض كده لما يستوي شويه كمان، علشان بصوا الجزر دي لسه شويه اهو، والكوسه برضو لسه يعتبر ايه ماسكه نفسها اهي. حبه كده لما يدوبوا نفرمهم ونسيبهم ما يبرد كده شويه، عشان الخلاط او اللي احنا هنفرم فيه مش يسيح. وبعد كده ايه نفرم فرمه حلوه كده، ونرجع لكم تاني. بس احنا كنا بنوريكم المنظر، يعتبر بدأ يتقل معانا اهو. يبقى احنا خلاص كده ما شاء الله. بصوا الجعد بتاعه عاد بصوا مظبوط ازاي، وعاد تجيلي وعاد جميل. بنروح بقى طافيين عليه لحد ما يبرد. لو انت مستعجله بقى وعايزه تضربيه في الخلاط، او ايا كان عايزه تضربي فيه، تروحي مفضيه في صينيه يبرد بسرعه. او تروحي جايبه الحله دي حطاها في حبه ميه كده في طشت كبير شويه كده، او حله تبرد بسرعه. فاحنا على مهلنا هنبقى مع بعض تبرد براحتها براحتها خالص، وبعد كده نوريكم. يبقى بسم الله ما شاء الله. بصوا ضربناه يعتبر بصوا، شوفوا قوامه حلو ازاي اهو. ضربناه في الخلاط مع بعض ما شاء الله زي العسل اهو. نروح نازلين بقى نجيب الحله اهو شايفين، مش في اي معالم للخضار اللي كان فيه ولا العدس اهو. جميل خالص وزي العسل اهو. ورحنا جايبين مع بعض حته سمنه بلدي او زيت زي ما انت بتجلي، بس هو يفضل للعدس السمنه البلدي. ورحنا جايبين قيمه كوبايه او مج شعريه اهو، نروح نازلين بيه كده نحمره، ويعتبر نديله كرمله ذهبي كده اهو. نقلب فيه كده لحد ما تتحمر، وبعد كده نضيفها على العدس، فالعدس يتقل كده ويبقى جالس ويبقى جميل. ونوريكم بقى بعد ما نضيف الحاجه على بعض. يبقى مع بعض كده الشعريه خدت اللون اهو شايفين، لون ذهبي وجميل جدا اهو. يلا بقى نضيفها على بعض. نضيف بصوا شايفين العدس بدا يفور تاني اهو. يلا شايفين، شفتوا الفوره اللي هتحصل دي الطشه دي اهو. اهو ما شاء الله شايفين اهو. قلبي كده بقى لحد ما الشعريه تستوي فيه. هو دي العدس. ممكن في ناس بتستكفى بالطريقه دي كده، بس انا هفضل ان انا اعمل له تجليه واحطها برده ايه ارميها عليه تاني اهو. ننزل دي كده اهو، يستووا مع بعض كده لحد ما تشبس كده زي الحلويات، ونرجع لبعض تاني واحنا بنعمل الايه البصل. فاحنا خلاص شعريه مع بعض استوت اهي زي ما انتم شايفين، وبرده لسه بيفور اهو مع بعض بيستوي. ورحنا جايبين مع بعض هنا ايه حته سمنه برده تاني، حاجه بسيطه مش هتكتروا. وخرطنا بصله مع بعض اهو تتحمر مع بعض. هننزل نص البصله على العدس، والنص التاني هنسيبه عشان نزود بها الاطباق كده، ونرجع لكم تاني. بس اهم حاجه يبقى شكل العدس زي المهلبيه كده بالظبط، مش التجلوه ولا الجبسان كده شايفين اهو. يعني لو انت بعد ما الشعريه استوت حسيتي ان هو جادس، لا زوديه شويه ميه مش مشكله اهو. وممكن تعمليه بشوربه، بس هو كده كده اصلا العدس جميل خالص، والخلطه اللي عليه بتخليه روعه اهو زي العسل. بالف هنا وصحه. نرجع تاني ساعه ما البصله ايه تتحمر ونضيفهم على بعض. يبقى احنا خلاص كده البصله احمرت معانا اهي، نروح شايلينها مع بعض كده
ونروح نازلين بيها فين؟ برضو على الايه، برضو على العدس كده اهو زي ما انتم شايفين. حاجه بسيطه كده، ونسيب دي في الاخر عشان ايه عايزين نبصوا نقلب دي تقليبه كده. يبقى نروح طافين على العدس خالص اهو زي الحلويات بالظبط، زي المهلبيه اهو. نروح طافين عليه كده. يبقى كده خلاص العدس بتاعنا كده خلص. نيجي بقى على حته البصله اللي احنا سيبناها دي اهو. نروح جايبين شويه معانا شويه بابريكا معانا اهي حبه بسيطه خالص، ونروح نازلين عليهم بالايه، على البصله دي اهو. على البصله اهي لحد ما تحمر خالص اهي. ونروح مع بعض جايبين شويه ميه. يبقى اروح جايبه كوبايه ميه اهي، نصير مع بعض ونشوف بقى هنزين العدس ازاي بتاعنا علشان يستاهل بكم كده. جربوه تقولوا لي رايكم، واللي يشوف الفيديو يا رب يشاركني كده، وكنت دايما تحت حسن ظنكم. ونرجع مع بعض تاني لما تفور وتكسر شويه كده. يبقى احنا خلاص مع بعض. يلا بقى نغرف العدس كده في اطباقنا. وعلى فكره العدس دي ينفع على عيش ملدن فته. بصوا مش هقول لك تبقى روعه ازاي اهو، ما شاء الله زي العسل اهو. عدس جميل جميل حق فعلا، ده هو اللي يرم العظم حق. سيبكم من اللحمه شويه وسيبكم من المكرونه والكلام ده. لا نرجع لزمان شويه كده اهو. ما شاء الله زي العسل اهو. ايه رايكم؟ اكله اقتصاديه كده، ممكن يجيب ب10 جنيه عدس، يعني اعملي لك كميه تكفيكي وتكفي الاولاد كلهم. وما شاء الله زي العسل اهو اهو. شايفين؟ يلا مع بعض نركن كده بقى دول. نجيب حته منديل كده مع بعض اهي، نمسح اطباقنا اهي. الخلطه اللي احنا عملناها اهي يعتبر حبه بابريكا بس بحته البصل اللي احنا سيبناه. نروح عاملين كده اهي اهو. شايفين؟ دي تزويجه بسيطه كده للعدس الاصفر العادي اللي هو العدس المرق. ما شاء الله زي العسل اهي اهو. وممكن برضو مش تعملي التكه دي، بس انا بقول لك احنا عمرنا بنعمله كده، وامي عمرها بتعمله كده اهو. ما شاء الله زي العسل. طبعا العدس مش مستحب في الصيف بقى علشان يعني ايه الجو حر وكده، بس في الشتاء هي دي يعتبر الاكله المفضله لينا في الشتاء اهو. ما شاء الله زي العسل اهو، زي العسل ما شاء الله اهو. ايه رايكم في الاكله دي؟ يا رب كل اللي يشوفني ويعجبه الفيديو يعني مش قادره اقول لكم شكرا على كل اللي شاركني. ويا رب اللي يعجبه الفيديو يشيره. ومع الف سلامه، يا رب يعجبكم الوصفه السهله دي. يبقى دي ما عملنا مع بعض اكله شتويه اللي هي العدس الاصفر. واسيبكم في رعايه الله وامنه. مع الف سلامه حبايبي، يا رب اسيبكم في رعايه الله وامنه.